معلم شوف لنا شاورما الخال اللي بسليمانيه، انو ولا انو مشان ما اروح لعندهم نتورط. لك انا اتورط بس هو ما يتورط، بس فداء. بعدين وين فايت لي شاورما الخال بالسوق؟ إيه ما في زول متجرب حبيبي؟ الله حي الشباب. نفوت نحط العده ونطلع على القده. شوف معلم، راقبت لك السيخ، اكتشفت لك انه اللي شاكك واللي واقف معلم بسيخ الشاورما وبسيخ اللحمه، ورايح لك دغري على الفروج المشوي. اهم شيء شوف حجمه ومنهنه ولا مو منهنه. على القصه طلع وراه قصه، فطلبت لك كل شيء عندهم ورايح على الطاوله. بس لحظه، للمعلومه الزلمه اللي وراي له 20 30 سنه بهذا المصلحه ومخرج يا حبيبي اجيال من معلمين الشاورما. المهم بحبشت لك بالمشوي واغراضه، شفت لك البروستد البارد والحراق بقرشته، وركزت لك على جميع الانواع الشاورما، اللحمه والدجاج فرط وعادي وخرطي، وبلشت لك بصاروخ الشاورما يا معلم. التوم شغله، وفتت باول لقمه بالعرض كانت سلسه، واكتشفت لك معلم انه حجم ونكهه خاصه ما بيشبهوا حدا. يعني اللي دخلت لك بالخرطيش شي بتحسه فشكه، بتاكلها بلقمه وحده وما بتسبب لك ابدا لبك. اما المشوي بصراحه ما دقت مثله بالرياض، في تميز وانفراد. والبروستد الحار والبارد اخذ مني الاعتماد. والتوم، وعندهم الصح توم الفراريج غير توم الشاورما، وشاورما الدجاج اصلا تركتها لتبرد لانه هون الوضع ببين اذا في زنخه ولا لا. التقرير النهائي هذا المحل رح ينافس وبقوه وبزمن بسيط جدا. وتذكروا كلامي، شيء انو تعال وما بتتورط، وين ما وين. حياكم الله.